بعد التأهل الدراماتيكي للمنتخب الجزائري بهدف قاتل في مرمى الكونغو الديمقراطية في ثمن النهائي كأس إفريقيا، وقع هذا السيناريو المثير خاصة مع اقتراب طريق أسود الأطلس من مواجهة نارية محتملة أمام الجزائر في نصف النهائي. وفي هذا السياق وجه فوزي لقجعة رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم رسالة شديدة اللهجة إلى الناخب الوطني وليد الركراكي، شدد فيها على ضرورة تفادي أي أخطاء تكتيكية أو اختيارات غير محسوبة قد تكلف المنتخب الجزائري الخروج المبكر وتوديع البطولة خصوصا في مرحلة الحسم حيث دور 16 من بطولة كأس أفريقيا. ووفق مصادر مطلعة عبر عن قلقهم حيث يحتضن الملعب التي ظهرت في مباريات سابقة، مطالبا بالتركيز أحد المتأهلين إلى الدور وحسن تدبير اللحظات الصعبة، مؤكدا أن البطولة تحسم بالواقعية بعدما قدم مشوارا مثاليا في دوري المجموعات، ومع خلاله منسوب التنافسات تترقب الجماهير الإفريقية عموما والمغربية والجزائرية خصوصا قمة محتملة مشتعلة في نصف تجاوز عقبة قد تتحول إلى واحدة من أكثر مباريات كأس إفريقيا إثارة وجدلا، في حال واصل المنتخبان طريقهما بنجاح